الاهلي ارسل تاني، الاهلي ارسل جواب لاتحاد الكوره ومنتخب مصر بيقول لهم في الجواب ان امام عاشور سليم 100% وجاهز للانضمام لمعسكر المنتخب الجاي. وكان رد المنتخب بحكمة، او كان رد اتحاد الكورة بحكمة. قال له الاول اشوف اللاعب في ماتش بيراميدز وبعدين احدد. قلت له طب ايه المشكلة؟ اقول لك مفيش مشكلة، بس هي القصة بتقول ايه بقى؟ ان الاهلي بيضرب عصفورين بحجر واحد. الاهلي بيطمن امام عاشور ان احنا اهو بنساعدك اهو ان انت ترجع على المنتخب بعد اللي حصل والحوارات اللي حصل وانت طلعت اتأسفت. فاحنا بنقول لهم اللاعب بتاعنا جاهز اهو، وكمان يتحمس امام عاشور يتحمس في المباراة الجاية ان احنا مش سايبينك اهو يا امام وعاوزينك تنضم للمنتخب. طيب هو امام عاشور هيلعب بيوم ماتش بيراميدز؟ لغايه وقتنا هذا ما تحددش ان امام عاشور هيلعب هيلعب في ماتش بيراميدز او هينزل احتياطي. بس انا بيني وبينكم بعد الجواب والرد بتاع المنتخب الاهلي احتمال هنقول 50 في 50 ان امام عاشور يلعب احتياطي في ماتش بيراميدز وينزل تقريبا في نص الشوط الثاني او بعد الشوط الثاني بشويه. فانت من رايك ان المنتخب كابتن حسام هيقتنع بامام في 45 دقيقه؟ من وجهه نظري صعب، بس مفيش حاجه صعبه. ليه؟ امام عاشور لاعب متكامل بيجاهد ما بيحبش يقعد. وبعد الجواب ده والاهلي بعته، فامام عاشور هينزل الملعب ياكل الملعب. ده توقعاتي. فهيجبر كابتن حسام حسن انه ياخده مع المنتخب بمستواه. تقول لي 45 دقيقه ما يحكمش؟ هقول لك بمستواه. ان لاعب زي امام عاشور لاعب محارب في الملعب، بيحب يثبت نفسه ما بيحبش يقعد دكه. فتوقعاتك انت انت امام عاشور هيلعب ماتش بيراميدز وهينضم للمنتخب ولا لا بعد الجواب ورد الجواب؟ يا ريت تقول لي في التعليقات. سلام.